سلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله حنتقاسم مع خياتي واحد الوصفه بزاف هايله، وصفه اقتصاديه يوميه وشتويه في نفس الوقت. مع هذا البرد يخرج بزاف هايليه البنات، اللي هي دولمه ولا كرات تاع السلق بطريقه بسيطه جدا واقتصاديه يا البنات، لاقصى درجه تقدروا تجربوها. والبنه ما نحكي لكمش عليها حتى تجربوها يا البنات، تخرج بزاف هايله. والتزيين يقعد دائما اختياري. انا هنايا زينتها بالحشيش قزبر ولا معدنوس، وانتم زينوا كيما حبيتوا يا البنات. شوفوا ديك المرق جات معسله بزاف يا البنات، جات بزاف هايله. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. جا من الفيديو بيشوفوا اكبر عدد ممكن من المشاهدين. شوفوا البنات نقسمها معكم، تخرج بزاف هايله، ما تخسر في الطاجين ما والو. المهم كبروا المربيطه مع هذا الشتاء، هذا مكان. شوفوا تخرج معسله، شوفوا تخرج معسله حتى لقد تعجبكم الوصفه تاعنا لينا اليوم. روحي دوكا وديري لي جيم وكومونتير وتعليق محفز منك باه نكبر ونوصل معك لمالا. نقولكم تفضلوا نشوفوا كيفاش حضرنا الوصفه تاعنا لنهار اليوم. شوفوا يا البنات راني دايره قدره، الله يبارك. اللي تحب تجي تاكل مرحبا بها. بزاف هايل. بسم الله على بركه الله. عندي هنايا القدره تاعي، راح نحط عليها قليل من الزيت. وعندي هنايا حبه بصل تكون مسكرفجه. اليوم راح نديرو بالجلبانه البنات، وانتم الا تحبوا ديروا في بلاصه الجلبانه الحمص ديروا، يخرج بزاف هايل، ولا الزيتون، اي حاجه عندكم ديروها. وهنا راني حنستعمل التوابل. عندي هنايا فلفل اسود اللي هو فلفل الكحل، راح نضيف الملح على حساب الرغبه تاعكم. وراح نضيف هنايا ملعقه صغيره تاع فلفل الاحمر العكري. خلي كامل هذيك الجلبانه تتقلى مليح فيه هذاك البصل. حندير له هنايا رشه تاع كمون، نعرفوا بلي الكمون يتماشى مليح مع الجلبانه. وراح نضيف له هنايا راس الحانوت. شوفوا بعد ما تقلى مليح ضفت لها الماء سخون. انا درتو بدون لحوم ولا دجاج البنات. هنا نتوما عندكم الاختيار، تقدروا ديروا هنايا مرصو تاع الدجاج، تغطيوه وتخليه على نار قليله، تخلوه يطيب ديك الجلبانه مليح. هنا نروحوا للخطوه الثانيه. هنا عندي شوفوا السلق بعد ما غليته قطرته مليح من الماء تاعو. لازم تقطروه مليح البنات، الكميه اللي تحبوها ديروها. عندي هنايا صدر دجاج كنت رحيته ودرت فيه شويه لحم مرحي، واللي ما عندوش يدير غير الصدر تاع الدجاج. هنايا رحيته وطيبته بشويه حبه بصل وشويه فلفل، نفس التوابل تقريبا. وعندي هنايا الروز غليته في الماء والملح. وراح نضيف الحشيش قزبر ومعدنوس. عندي هنايا 2 مغارف ولا 3 تاع الخبز المرحي. وراح نضيف هنايا بياض بيضه. عندي هنايا النعناع يكون يابس، راح نضيفه الوصفه تاعنا، واللي ما يحبش النعناع اليابس ما يديروش. راح نضيف له هنايا سنه تاع ثوم، واللي يحب الثوم يكثر، انا ما نحبش الثوم بزاف. توابل هنايا عندي فلفل اسود، وعندي الرشه تاع الملح، وعندي العكري اللي هو الفلفل الاحمر. راح نضيف لها يعني قليل من الزيت، ونخلط كامل هذو المواد مع بعض بالملعقه ولا بيدك نفس الشيء. شوفوا بعد ما خلطتهم مليح يا البنات وخليته واحد دقيقتين، شوفوا كيشد روحو. هنايا عندي الفارينه. هنا حندير قليل من الزيت في يدي هكا باه نضمن بلي هذاك السلق، الكرات تاع السلق ما تلصقليش في يدي.
بهذا الشكل. نتوما هنا تحددوا الحجم تاع الحبه تاع الكره، تحبوها صغيره تحبوها كبيره كيما تحبوا، هذه الحاجه ترجع لكم نتوما. هنا لازم نديروه هنا هكا في الفرينه البنات ونرمدوه ونديروه مباشره هنا في المقلاة، ومن بعد نخلوه يبرد شويه ونحطوه في المرق تاعنا اللي درناه الساعه يطيب. هذيك هي الجلبانه تكون يعني طابت. شوفوا وصفه سهله مهله وخاصه تقليديه وتاع زمان تاع الامهات تاعنا، وبنينه بزاف البنات صدقوني، بنينه مع هذا البرد تجي بزاف هايله. جربوها، راني دايرتها من قبل على قناتي. شوفوا هنايا حطيتهم يطيبوا في مقلاة ونقلبهم يدوا ديك التحميره الذهبيه. شوفوا هنا ما درتش زيت بزاف البنات، لكم تلاحظوا حاجه قليله فقط حق ما نحمر برك هذو الكرات. شوفوا هنايا بعد المرق تاعنا ما نقص واخضر معانا. هنا المرق تاعنا شوفوا البنات الجبانه راهي طايبه. هنا واش نديرو؟ نجيبوا هذوك حبات السلق اللي طيبناهم ونحطوهم، شوفوا، ونحطوهم في المرق تاعنا. وهنايا بعد ما نزلت كامل هذوك الكرات تاوعنا في هذه لاصوص، واش ندير؟ نخليها تخضر، نقص النار ونخليها تخضر على النار تكون قليله، ونعاود نشوفوه في الشكل النهائي تاعو. في الاخير هذه هي النتيجه اللي نتحصلوا عليها تاع الطبق تاعنا اللي هو كرات تاع السلق على الطريقه التقليديه الجزائريه، ويخرج بزاف بنين البنات. شوفوا ديك المرق تاعو كيفاش جايه عزيزه ومعزله، يجي بزاف هايل. وفي الاخير راح نديرلو رشه تاع قزبر ولا معدنوس اللي هي متواجد عندكم في المنزل. شوفوا هذيك الجلبانه طابت زبده يا البنات، شوفوا جات ما شاء الله، وديك المرق تاعو جا بزاف هايل. جربوه لوليداتكم، وصفه تقليديه جزائريه بامتياز، وزيد على ذلك السلق، ما كاش اللي ما يحبش السلق. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاعنا لينا اليوم. روحي دوكا وديري لي جيم على الفيديو باش يشوفوا اكبر عدد ممكن، وبقاو على خير وتهلاو بزاف بزاف في روحتكم.